وجع البطن عند الأطفال، شكوى كتير جدا برضه بنتسأل فيها كتير. عشان بس أعرف سبب وجع البطن المتكرر ده وليه الطفل بتاعي ما بيخفش، لازم أفرق بين وجع البطن فوق السرة وتحت السرة. طب ليه بقسم التقسيمة دي؟ عشان أشوف ببساطة هل الألم ده والالتهابات موجودة في المعدة فدي في منطقة فوق السرة، ولا موجودة في القولون والأمعاء الدقيقة وده تحت السرة. طب ليه بقسمها التقسيمة دي؟ علشان لو في ألم في المعدة فهنا بشك في ميكروب المعدة وهو الاتش بايلوري أو ما يسمى بالميكروب الحلزوني، ولازم طبعا استبعد وجود افرازات تنفسيه زي مثلا نزله شعبيه وببلع بلغم فبالتالي بيعمل لي التهابات. كمان هنا بقى لو لقيت الوجع تحت السره بفكر تفكير تاني خالص، هل مع الوجع ده امساك وفي حراره بتظهر بالليل، يعني سخونيه بسيطه بتظهر بالليل مع وجع في الجسم وغممان في النفس كده، او هو ملوش نفس ياكل؟ هنا فورا بحلل تيفويد واتوقع وجود حمى تيفوديه. طب لو مع الاعراض دي بقى اسهال وكان في مع الاسهال ده افرازات دمويه او مخاط باستمرار، هنا بشك ان في التهاب مناعي في الامعاء وبعمل تحليل اسمه كالبروتكتين. طيب لو الوجع ده متقطع ومش بيجي مع امساك ولا اسهال ولكن من وقت للتاني بيجي مع سخونيه، هنا بفكر في حمى البحر الابيض المتوسط وبعمل لها تحليل بسيط مبدئي اسمه اميلويد A.